صباح الفل، صباح الهنا، مساء الفل. اللي بيشوف الفيديو ده بالليل يا جماعه مساء الفل عليك يا جميل. ايوه، ازيكم عاملين ايه؟ واعملوا وحشتوني لها جدا لايك جدا. في اول الفيديو. واعملوا لايك يا جماعه، اعملوا لايك ضروري. بصوا يا جماعه بعد اذنكم، في حد من متابعيني، في واحد كلمني وقال لي يا مدام مروه كنت عايزه اتكلم معاكي في موضوع يخص ان انا رايح اخطب. وبعدين انا عندي مشكله اعرضها واقولها لخطيبتي قبل ما ادخل البيت في التليفون، لاننا بنتعرف على بعض عن طريق الموبايل. فقلت له اتفضل قول. قال لي حاجه كده غريبه، قال لي انا ما عنديش حيوانات منويه، وانا خايف اعرض الموضوع على خطيبتي او اهل خطيبتي يرفضوا. هي طبعا سنها كبر، ممكن ما تخلفش، هي عندها دلوقتي 42 سنة، وانا دلوقتي عندي 45 سنة، وانا ما عنديش حيوانات منوية. فقلت له طيب اتكلم مع خطيبتك وقول لها كل حاجة بما يرضي الله، جايز هي توافق. فقال لي يا مدام مروه ممكن حضرتك اللي تتكلمي معاهم. فطبعا انا كلمت الام وكلمت البنت وخدتها، بص اتكلمت معاهم بكل بساطه. يا ام اسماء ممكن عايزاكي في حاجه، تعالي يا اسماء. ورحت قعدت معاهم النهارده، فقالوا لي اتفضلي يا مدام مروه. قلت لهم العريس اللي جاي لكم مجدي عنده مشكله، لو انتوا هتوافقوا عليه يقدر يكمل ماشي قبل ما يجي عشان ايه يلبس شبكه. فقالوا لي اتفضلي. قلت لهم مجدي اللي جاي لك بنتكم ده ما عندوش حيوانات منويه، قالوا لي البنت طلعت فاهمه، قالت يقدر على جواز ويقدر على كل حاجه ويقدر على علاقه، بس ما يقدرش ان هو يخلف. انا فاهمه. فالام قالت يكتب شقه باسم البنت. طبعا انا كلمت مجدي وقلت له ممكن تيجي تقابلنا دلوقتي. قال لي اجي لكم. عرضت عليه الام ان هو يكتب شقه للبنت، فطبعا هو رفض. طب ازاي اكتب لك شقه وانتي ممكن في اي وقت، عشان انا ما بخلفش، ان انتي ترميني. قعدت مع البنت، قالت لي يا مدام مروه بقول لك ايه، سيبك من امي خالص، سيبك من امي خالص، الكلام ده بيني وبينك. انا عندي غضروف من الدرجه الثالثه، ما ينفعش ان انا اخلف، ولو خلفت لو حملت ممكن اموت، فعرفيه وانا موافقه عليه. طبعا الام ما تعرفش ان البنت قالت كده. فانتم من رايكم يا جماعه اعرف العريس المشكله اللي عند البنت من غير مامتها تعرف، او مامتها تعرف ان احنا قلنا له او كده؟ هي مامتها عايزه الشقه، يكتب الشقه، ومش عايزاها يعرف موضوع. طبعا هي ما قالتش موضوع ان بنتها عيانه، وبنتها قايله لي من غير ما مامتها تعرف، وانا لغايه دلوقتي ما قلتش للعريس. فانتوا رايكم يا جماعه ان الجوازه دي متفقين عليها ان انا اروح اقول للعريس ان هي كمان مش هتقدر تخلف، والام لازم تعرف ان بنتها قالت الحقيقه، ولا نعمل ايه يعني الموضوع كله يمشي ازاي؟ انتوا حضراتكم طبعا هتكتبوا لي في تعليقات ان الجوازه دي ممكن تتم والبنت كده كده تعرف مصيرها، ان هي ممنوعه من الخلفه، هي كده كده عندها غضروف من الدرجه الثالثه، يعني هي كمان ما ينفعش تخلف. فانا اقول للعريس ان هو العروسه مش رافضه الجواز، وان هي كمان عندها اعاقه، وعرف الام اللي بنتك قالت الحقيقه، احتمال ان هو ممكن يوافق على الجواز وكده، وان هو يكتب الشقه عشان هو يعرف ان هي كمان ما تنفعش الخلفه، فمش هتبيعه في اي وقت. ولا انت رايكم الموضوع يمشي ازاي؟ بما يرضي الله. باي باي.